الظهير البربري. الاسم الكامل ديالو هو الظهير المنظم لسير العدالة في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية. يعني أن هذا الظهير جا باش ينظم الحياة في المناطق الخارجة على سيطرة الحكم المركزي في ذاك الوقت، وهو ظهير صدر الاحتلال الفرنسي للمغرب ووقع الملك محمد الخامس في 17 ذو الحجة 1340 هجرية الموافق ل 16 مايو 1930 ميلادية. وطبعا هذا ماشي هو الظهير الوحيد اللي صدروا الاحتلال الفرنسي في حق الأمازيغ المغاربة، لأنه صدر ظهير قبل منه بالضبط سنة 1914 واللي تسمى بظهير التحفيظ العقاري، واللي كان الهدف منه هو نزع الأراضي ديال القبائل الأمازيغية اللي كانت كتحكم في أراضيها وكتستغلها بشكل جماعي بعيد على القوانين ديال المخزن وديال الاستعمار. وطبعا الظهير البربري ما كانش ممكن يمر مرور الكرام في المغرب، لأن الوطنيين ديك الساعة والحركة الوطنية رفضوه ونعتوه بالظهير اليسيري، وما وقفوش عند هذا الحد لأنهم كانوا كيقصدوا المساجد، ومن بعد ما كتسالى الصلاة كانوا كيقراوا اللطيف وكيحرضوا الناس على هذا الظهير اللي جا باش يفرق بين العرب والأمازيغ في المغرب وعلى السياسات الاستعمارية بشكل عام. هذا الظهير خلق موجة كبيرة من النقاش بين المثقفين، وإلا مشنا شوية في الوثائق اللي كترجع لديك الحقبة غادي نلقاو باللي بعض المثقفين اعتبروه ظهير كيرجع لاعتبار القانون العرفي الأمازيغي، ولكن جل المثقفين وآرائهم كانت موحدة في فكرة أن هذا الظهير وكل السياسات الفرنسية الاستعمارية كانت كتحرك هذه النظرة الانقسامية اللي كان الهدف منها هو تقسيم المغرب لبلاد السيبة وبلاد المخزن، قبل ما يجي بعض المؤرخين ويطعنوا في هذه الفكرة ومنهم المغربي المشهور عبد الله العربي. المنطق اللي جا به الظهير البربري هو الفصل بين مكونات الشعب المغربي باش يسهل عليه يستفرد بكل مكون بكل بساطة، لأنه كان مرعوب بالمقاومة الوطنية اللي كانت في الأوج ديالها وقدرت تخلي الاستعمار يقدم على خطوات غير محسوبة، لأنه كان كيحس بلي المغرب فعلا مقبل على مرحلة أخرى مستقبلا. هذا الظهير ما كانش كيتناقش فقط في ديك الحقبة الزمنية من تاريخ بلادنا، وإلا بحثتوا شوية غادي تلقاو باللي مازال النقاش داير عليه بين كل المثقفين المغاربة.